السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. إذا مجسم كأس العالم بإذن الله سيصل إلى الجزائر يوم 8 فبراير، أي يوم الأحد سيصل إلى الجزائر، وسيكون في استقباله وزير الرياضة وليد سعدي، وكذلك اللاعب المتألق إبراهيم مازا، وكذلك الحارس لوكا زيدان سيكونون في استقباله. وسيعرض المجسم في القاعة البيضاوية بالجزائر العاصمة، وسيتم نقل هذا البث وهذا الحدث العظيم على قناة بيان سبورت على تعليق حفيظ دراجي الإعلامي الجزائري المتألق. كأس العالم سيعرض كذلك في بسيدي موسى، أي مكان الذي يتدرب فيه لاعبين المنتخب الوطني. سيعرض لالتقاط صور تذكارية لكل من يريد ذلك إن شاء الله يوم الاثنين 9 فبراير. المجسم هذا مجسم كأس العالم، يعني طاف وجال 30 دولة من بينها الجزائر يوم الأحد والاثنين إن شاء الله. كأس العالم هو عبارة عن رمز كبير، وخاصة أن الجزائر عاشقة لكرة القدم، وبما أنها مشاركة في كأس العالم 2026 الذي سيقام في كل من المكسيك وكندا وأمريكا، يعني الجزائر معروفة بحبها لهذه البطولات، وإن شاء الله نقدم مستوى رائع. والمجسم سيكون يعني كتحفيز وكإشهار كذلك لهذا الحدث العالمي. أهلا بكأس العالم، وإن شاء الله نقدم مستوى رائع في هذا الكأس.